حابب تسجل مشروعك الصغير او الكلاين جيفيربي بألمانيا؟ خليك هذا الفيديو لإلك. اول خطوة لازم تساويها هي انك لازم تسجل الجيفيربي بالجيفيربي امت. طبعا الجيفيربي امت يا اما بتروح شخصيا لهنيك يا اما فيك تعبي الطلب اونلاين وتبعته، وبهي الطريقة بتكون سجلت الجيفيربي تبعك. تكاليف تسجيل الجيفيربي عم تكون بين ال 15 وال 60 يورو حسب المدينة اللي انت عايش فيها وحسب المنطقة كمان اللي انت عايش فيها. اهم شيء انت وعم تعبي طلب تحط ببالك انك تعلم انه انت بدك تفتح كلاين جيفيربر، يعني ما رح يتخطى دخلك السنوي 24500 يورو. مجرد تسجيلك للجيفيربي رح يتواصل معك دغري الفينانس امت، او انت كمان فيك تسبق هاي الخطوة وانت تبعت للفينانس امت انه انت حابب تسجل مشروع صغير. في حال انت سجلت مشروعك رح يجيك من الفينانس امت Fragebogen zu steuerlichen Erfassung. هاي لازم انت تحط فيها قديش متوقع دخلك رح يكون باول سنه وقديش رح تبيع ويعني بالمجمل هي اول خطوه رح تكون صعبه، لانه الواحد لسه ما له عرفان حاله رح يشتغل ولا ما رح يشتغل. ومثل ما ذكرنا اذا سجلت كلاين جيفيربر يعني انت بدك تستفيد من كلاين اونترنيمر ريجل، لازم ما يكون الامزت تبعك البيع بشكل سنوي اكثر من 24500، وبهالحاله انت مالك مجبر تاخذ من الزبائن ومن العملاء عندك ال 19% واللي هي ضريبة الدخل الأمزة. بغض النظر عن البريف اللي رح يجيك من الفينانس أمت، رح يجيك كمان بنفس الوقت بريف من الإيهاكا اللي هي الاندستري اون هاندلس كاميرا، وكل الشركات بجميع أنواعها هون بألمانيا مجبرة أنها تسجل بهي النقابة. هذا كان الفيديو لليوم. إذا كنتم مهتمين بهذا الموضوع وخاصة إذا حابين تعرفوا قديش الاشتراكات بالنسبة للإيهاكا، اكتبوا لي بالتعليقات، بعمل لكم فيديو خاص على هذا الموضوع. شاركوا الفيديو، احفظوا الفيديو، وتحياتي.